بشتغل 10 ساعات ب 60 اورو، ساعه ما تصفصف معاك تصفصف على 35 اورو. طب انت هتبعت منها ايه لاهلك؟ البلد دي ما فيش حد بيخدم حد. اوروبا مش زي ما الناس ما فاهماها، اوروبا وفلوس، لا ما فيش الكلام ده. الشغل قليل والنصب كتير في الشغل، ما بتعرفش تاخد فلوسك. ببعت لاهلي كل شهر فلوسهم ومصاريفهم، بس هم لا يعلموا شيء عن اللي انا موجود فيه هنا. بتشتغل ايه هنا دلوقتي؟ ان انا بدات اجيب دلوقتي، ما اجيب شغل لبس من تركيا، ان اشغل نفسي اكل منه عيش، اصرف منه انا بس هنا. حركه كويسه منك انك عرفت تشغل. لازم انا اشغل نفسي، عشان انا مش هينفع ارجع بلدي ان انا فاشل او ان انا وقعت وابقى انا صرفت فلوسي كلها ورجعت مصر ان انا واقع ما معيش فلوس ولا ورايا ولا قدام، وابقى اسمي ضيعت 13 شهر في الهوا. البلد دي ما تستاهلش ان اي حد يجيها فوق السن، بس بحر ابدا، انه اقسم برب العز هي ما تستاهل بحر ب1%، ولا فلوسها ولا ناسها ولا البلد اصلا. خلينا صراحه، بدل ما كنت هتصرف 10 و12 و11 الف يورو عشان تطلع تهريب وتخش اوروبا تهريب، اقسم بالله العظيم ما تستاهل 1000 يورو مصروف وتطلع تهريب. تشوف لك حد هنا ابن ناس بعد لك عادي من هنا، ادفع ال 15 ادفع ال 17 ادفع ال 20,000 يورو. ساعه ما تيجي هنا بعد انت مضطر ان صاحب الشركه اللي مطلعك عليه هيشغلك وهيضطر ان هو يدفع لك ضرايب وتاميناتك لحد ما تستلم الاقامه بتاعتك. انا ممكن اقعد هنا 5 6 سنين مش عارف انزل اشوف عيالي، وشفت ناس كتيره ب8 سنين هنا بسبب اللجوء. احنا مش عارفين نستلم الاقامه بتاعتنا ان انا انزل مصر، عشان انا لو نزلت باللجوء هو راجع بياخدوا منك البريميسو